المتابعة باتجاه توني كوسيه. أحمد سعد يعود إلى علي سلامة. محمد نشنوش، كرة توغولية، كرة لمصلحة المنتخب التوغولي على الجهة اليمنى. لا ويلي والأداء الجيد لهذا المنتخب في حوار بين الجماهير اليابية المشتاقة جدا للعناصر الوطنية على أرضية هذا الملعب وكذلك على أرضية الملاعب الليبية في مختلف مناطق ومدن القطر الليبي الشقيق وبلدنا الحبيب ليبيا. محمد المغربي، أحمد سعد، المغربي من جديد. محمد المغربي لازال يحتفظ بالكرة، يلعب الكرة مع فيصل البدري، يقوم بعملية تمويه، يبحث عن انطلاقة لعبد السلام الفيتوري، يكون أقرب للحارس تشاكوني بابا حارس مرمى فريق تيكون الفرنسي. خارج الملعب جانبيا لمصلحة المنتخب الوطني من المدرب الوطني عبد الحفيظ دربيش. مدرب يتحمل ضغوط كبيرة ومسؤولية كبيرة والإشراف على حظوظ هذا المنتخب. علي السلامة ويونس الشيباني. كرة توغولية، أوسير ساماتي اتجاه الهجوم. توني كوسيه ابعاد من الدفاع الليبي. صورة عامة للملعب ليقتضي الجماهير الليبية المتابعة لهذا اللقاء. خارج الملعب جانبية لمصلحة المنتخب الليبي بغياب الحلول للمنتخب التوغولي ومدرب الفرنسي بيتر سيكس. لازال المنتخب الليبي رفقة المدرب عبد الحفيظ دربيش يتفوق بهدفين مقابل شيء وفرحة الجماهير واضحة. أداء جيد، نتيجة أكثر من إيجابية. أكيد هذا ما يسعد الجماهير وهذا ما يجعل الجمهور الليبي يتفاعل بهذه الطريقة مع العناصر الوطنية لاعبين المنتخب الوطني. سالم عبلو المتابعة، أحمد سعد، عبد السلام الفيتوري لاعب يمتاز بالمهارة، يعود إلى فيصل البدري يتخلص من اللاعب ويفتح اللعب مع أبو بكر العبيدي. يعود إلى الخلف، فيصل البدري، أبو بكر العبيدي، يونس الشيباني، يعود لمصلحة المنتخب التوغولي إلى اللاعب فوفور في المباراة الأولى. اللاعب يدخل بديل في دقيقة شوط المباراة الثانية. متابعة من سالم عبلو، متابعة ليبية خارج الملعب جانبية توغولية. متابعة جيدة لهذا اللاعب في دقيقة شوط المباراة الثانية. بديل للاعب غاكبي سيرجي، اللاعب أنتوني فوفور. خطأ لمصلحة المنتخب التوغولي، خطأ توغولي. الملعب يشهد انفعال كبير من الجماهير الليبية المنتشرة بهذا الفوز حتى الآن. كمية كبيرة على المدرجات لهذا الحضور الجماهيري الكبير. ترفع كرة داخل منطقة الجزاء بكل قتالية من الدفاع الليبي. المغربي إلى محمد منير، انسجام كبير بين محمد منير ومحمد المغربي. كرة توغولية، رفع كرة ركلة ركنية لمصلحة المنتخب التوغولي. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب التوغولي. ركلة ركنية لمصلحة المنتخب التوغولي. ركلة ركنية يتم التنفيذ. يتهيأ لمصلحة المنتخب التوغولي. يتدخل محمد منير، يا سلام يا سلام على محمد منير. ثقة كبيرة اللاعب محمد منير، مدافع فريق يوكتينا الصربي ومدافع المنتخب الوطني، واحد من أبرز العناصر في هذا اللقاء. كرة في منتصف الملعب، سالم عبلو، أحمد سعد اتجاه عبد السلام الفيتوري. عبد السلام الفيتوري بين كماشة من الدفاع المنتخب التوغولي. الحكم قريب خطأ ليبي، متابعة من أبو بكر العبيدي. حداري الدربي، يا سلام على أحمد، الدربي.
احمد الكربي مدافع المنتخب الوطني بتدخل رائع لهذا المدافع الشاب والانيق باتجاه عبد السلام الفيتوري. تعود كوكوليا في منتصف الملعب، اداء جيد حتى الان للعناصر الوطنيه. يحاول المنتخب الكوكولي بين الفينة والاخرى مضاغطه دفاع المنتخب الليبي باكثر من هجمه. تعود كوكوليا ابيو كولان لاعب يسجل هدف في مرماه في دقائق شوط المباراه الاول باتجاه كوني كوسيه. كوني كوسيه بيكمشها من لاعب المنتخب الوطني. رسالة كوكوليا يظل غياب الحدود. كرة خارج الملعب، كرة خارج الملعب جانبية لمصلحة المنتخب الوطني. جانبية طبعا لقطة الإعادة طبعا ثقة كبيرة لمحمد منير. يا سلام على محمد منير. محمد منير لاعب فريق يقتل الصربية بثقة كبيرة وثبات هذا المدافع الشاب، أحد سفراء الكرة الليبية في الملاعب الصربية والملاعب الأوروبية. لاعب لفايز بكأس صربيا لهذا الموسم وسيشارك في اليوروبا ليج ونحن فريق المرتبة الرابعة. الحيروات على المدرب الفرنسي كيدير سكس مدرب المنتخب الكوكولي في مواجهة المدرب الوطني عبد الحميد البيش وعناصر المنتخب الليبي في هذا اللقاء. العودة إلى حارس المرمى تشاكوني بابا مستقبل شباك هدفين بدقائق شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. خارج الملعب جانبية ليبية، خارج الملعب جانبية لمصلحة المنتخب الوطني. هنا باقي العناصر الوطنية سعيد مبكر محمد الشري عبد الحكيم عبده، بينما هنا الجمهور الليبي الحاضر بأعداد كبيرة في هذا اللقاء بمساندة للمنتخب الوطني واشتياق للعناصر الوطنية على أرضية هذا الملعب. من حق ليبيا أن تلعب على أرضها، ومن حق نجوم ومواهب الكرة الليبية الإبداع والتألق على أرضية هذا الملعب، ملعب طرابلس الدولي. تابع الجماهير، حضور جماهيري كبير. علي سلامة بكل هدوء، محمد منير في منتصف الملعب، ولكن هناك صافرة للجزائري محمد بنوزة طالع وجود خطأ لمصلحة المنتخب الكوكولي. العودة إلى الخلف، نقلات توغولية، استلام في مرة أولى، محاولة فتح اللعب على الجهة اليسرى، يتدخل علي سلامة، تعود إلى محمد منير، يحاول الانطلاق على الجهة اليمنى، متابعة من أكوبو سيرجي، مراوغة في مرة أولى لمصلحة المنتخب الكوكولي، فتح اللعب على الجهة اليسرى، جاني جاكومان يلعب الكرة مع اللاعب البديل، يدخل في شوط المباراة الثانية. لاعب بوكبور يعود إلى المنتصف، وبكر العبادي في المتابعة وراء المدافعين. علي سلامة بكل راحة لحارس المرمى محمد مشلوش، بكل هدوء محمد مشلوش حارس مرمى المنتخب الليبي. مشلوش يرسل كرة عالية باتجاه عبد السلام الفيتوري، عبد السلام الفيتوري لاعب يدخل بديل في اللقاء الماضي من المنتخب الكونغولي وقدم اداء جيد. اللاعب اعتمد اوراقه في اول لقاء من المنتخب الاوغندي على ارضيه هذا الملعب في اول لقاء للمنتخب الليبي بعد رفع الحظر في لقاء ودي عندما تمكن من احراز الهدف الثاني في مرمى المنتخب البريطاني وليس المنتخب الاوغندي. خارج الملعب جانبيه، متابعة كانت من المدافع التوغولي لاعب فريق سايغون الفيتنامي بوسيه فيسنتي، بينما التنفيذ حارس مرمى فريق توغول الفرنسي تشاكوني بابا يلعب كرة في منتصف الملعب، وبكر العبادي يمنع كل شيء على لاعب المنتخب التوغولي في منطقة وسط الميدان. خطأ لمصلحة اللاعب وميايو صاحب هدف من الهدفين اللي تقدم بها المنتخب التوغولي على المنتخب الكاميروني في لقاء الجولة الماضية. فتح اللعب على الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب التوغولي. كوني كوسيه حداري يونس الشمالي في المتابعة، وعبله في الابعاد، عبله في الابعاد